الحلقه الجريمه اللي انا بسميها الحقيقه الجريمه اللي حصلت امبارح في قناه دريم الزميله في برنامج العاشره مساء، والاستضافه مش هقدر اسميها غير الحقيقه المغرضه للشيخ محمود شعبان بالشكل اللي حصل في الحلقه امبارح. انا بقول لكم انها جريمه متكامله الاركان. الكاسب او الفائز الاكبر منها، وانا بقول لكم تقييم اعلامي تختلفوا او تتفقوا معايا، بس انا بقول لكم ده رايي اللي انا متاكد منه وغالبا راي معظم الناس اللي تابعت. الفائز الاكبر من حلقه امبارح بتاعت العاشره مساء هو محمود شعبان، اللي طلع بمنطق الضحيه وطلع بالمظلوميه وانه مظلوم ومضطهد وكل الناس حق عليه، وان البرنامج بتاع عاملين له كمين، وان الداخليه كانت مستنياه بره علشان تسلمه. هقول لكم القصه بعد كده. ففي النهايه الفائز الاكبر من هذه الحلقه هو محمود شعبان، والخاسر الاكبر هو القناه والبرنامج والمذيع، والمجني عليه والضحيه الحقيقي هو الجمهور والوطن المصري. وانا مسؤول عن كلامي. الفائز في امبارح محمود شعبان، الخاسر القناه والمذيع والبرنامج، والضحيه والمجني عليه واللي بيدفع الثمن الجمهور والوطن المصري. قولا واحدا وليس عندي شك فيه. بالاضافه يعني انا قلت مبدا انه لا تستضيفوهم خالص، مش عشان تجيب مشاهده واثاره ومش عارف ايه، تجيب هذه الوشوش التي كرهناها. وقلت حتى كده لما كنت بكلم شريف امبارح على حلقته اول امبارح اللي كان عامل فيها مناظره، قلت لهم لو في 10 بيتفرجوا على الحلقه 9 طالعين كارهين محمود شعبان وكلامه ومواقفه وكذا، وواحد بس من المشاهدين تعاطف معاه، يبقى محمود شعبان كسب. محمود شعبان كسب الواحد ده. ما هي معادله كده، ما سهله. لو في 1 2 بس من كل المشاهدين بيتفرجوا على الحلقه تعاطفوا معاه وقالوا لا حرام ده كده مظلوم، الراجل بيتراجع، انتوا كده عليه كلكم، انتوا خلاص كده الراجل ده طلع عمل اللي عليه كده، كسب خلاص. فما ينفعش تعملوا كده. ولما تبقى جايبه وعايز تخلص عليه، خلص عليه بمعلومات، خلص عليه بفيديوهات، لكن جايبه قاعد ساعتين على الهوا مفيش فيديو يوحد ربنا طالع له يقول انت قلت كذا ولا ما قلتش كذا، كله كلام مرسل. انت وحش فيقول له لا انا كويس، انت وحش لا انا كويس، انت وحش لا انا كويس، وكلام كانه نميمه ستات. مفيش فيديوهات، مفيش تصريحات، مفيش بلاوي قالها محمود شعبان على مدار 3 سنين لحد ما يعني كفرنا رسمي كل المعارضين لمحمد مرسي ونظام محمد مرسي، تم تكفيرهم واباح قتلهم، وقال ان حكم جبهة الانقاذ وكل من يعارض وبتاع هو القتل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا رسول الله بريء من هذا الكلام ومن محمود شعبان ومن غيره. ف يعني ايه بقى الحكمة؟